بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم الجمعة تاريخ 2 رمضان 1444. نبارك ونهني أبناء حضرموت الداخل والخارج، ونهني الأمة الإسلامية في كل مكان بشهر رمضان المبارك، ونستنكر ما يحدث في حضرموت بأنه دخل شهر رمضان وأيمل الناس في بيوتهم ما يملكون الفطور، واللي يملك فطوره الليلة سحوره ما يملك، وعندنا الثروات تنهب، خيراتنا تنهب، ذهبنا ينهب، البحر ينهب. يا أبناء حضرموت أيها الأحرار الأبطال، حضرموت في وجه كل حضرمي، ولن نرضى بهذا الفساد الكبير. الناس تيرعت يا أخواني الظلم، لا عندهم أكل، لا عندهم الكهرباء تنقطع، لا عندهم صحة، لا عندهم تعليم، لا عندهم محروقات. هذا ما نرضى به أبدا. لو ما عندنا شيء خيرات ما بنتكلم. هذه الرسالة إلى أبناء حضرموت الأحرار الأبطال، أن يتفيهون ويلتفون وتكون كلمتهم يد واحدة والمطلب واحد، وان يكونون عن قيادتهم وعن هبتهم. وبرضه جتنا اتصالات من المنفذ حق الوديعة، الطوابير سير السيارات على عدة كيلوات. هل ترضون المسافر يروح من هنا يبى السعودية يزع له 4 يوم 5 يوم هو عياله؟ ايش ذنب العيوز؟ ايش ذنب الشايب؟ ايش ذنب اللي هو الولد الصغير هذا؟ ايش ذنبهم في الكهور، في الحرور، في الطوابير؟ ولا عندهم امكانيات، مظلومين ما عندهم امكانيات هذولا. لازم تنظر الدولة واللي مجاورين المملكة العربية السعودية في هذا الوضع، لأن سبب الزحمة من المنافذ 2. هم يقولون بنحل خلاف الدول. إذا ما حلوا خلاف هذا المنفذ الناس تعاني، أبناء اليمن يعانون في هذا المنفذ من الطوابير من الجوع من القهر. هذا ما نرضى به ولن نسكت عنه أبدا. هذا المنفذ في حضرموت، ولا يمكن أن احنا نسكت على شيء واقع في حضرموت، وحقوقنا سننزعها. حضرموت ترفض التبعية. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.